لا أبدأ في الدعاء أطلع بك خلص يا هذا الدكتور قضية مستقيم في وسام هذاك من لبنان يقرأ طب سنة 5 في الطب عمره 21 عام جابه الله لا عمل حزب هذا حب الشاب يمين بحق السنابيل على المكان ايه عامل بلغوا الشاهدوا في قناة سباق كما اقرأ ورجالة نصابش نقوم حفلات ما قلت يا محمد شوف لنا برا انا غادي كيف بطرني غير تخلي برا غادي كيف سبحانه وتعالى ويذكر سبحانه وتعالى عود زورنا الله يرحمه والله يبارك عود زورنا تحبوا تسمعوا منشودة تفضلوا اعمل لكم منشودة السلام عليكم.
في البداية جزاكم الله خيرا على هذا الاستقبال المميز، وهذه أول مرة لي في تونس. الحمد لله اسمي وسام مراوي، عمري 21 سنة، من لبنان، من شمال لبنان طرابلس. وقد أكرمنا المولى عز وجل بحفظ القرآن الكريم وتجويده والحمد لله. وقادمنا إلى تونس للمشاركة في مسابقة تونس الدولية، والحمد لله أكرمنا الله عز وجل بالنقطة الثانية. أما عن انطباعي عن تونس فقد وجدت فيها الخير الكثير، وخير دليل على ذلك هو أنتم وجلوسكم في هذا المسجد ومحبتكم ودموعكم في الدعاء، هو خير دليل على أن الخير موجود فيكم. وأحب أن أقول كلمة صغيرة عن الحرية التي هي حاجة ملحة في كل المجتمعات العربية، أن خير الحرية وأفضل شيء في الحرية هو أن تكون عبدا لله. وخير دليل على ذلك أننا اجتمعنا الآن في مسجد في بيت من بيوت الله، جمعنا كتاب الله وجمعنا لا إله إلا الله. فإذا خير كانت أرواحنا تعارفت وانطلقت في مظاهر المحبة والحرية والتسامح، فهذا خير دليل على أن قمة الحرية هي أن تكون عبدا لله، عبدا لله بعملك في حياتك، مع زوجتك، مع أولادك، مع كل الناس، بالقلب المؤمن وبالقلب السموح وبالأخلاق. وكما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الدين أخلاق وعلم، وأن الصحابة فتحوا معظم البلاد العربية بالأخلاق وبالتجارة، والذين أتى إلى قريش وإلى الأمة الإسلامية ليسميها مكارم الأخلاق، أي أن الأخلاق كانت موجودة. العرب كانوا يملكون الأخلاق، ولكن النبي أتى ليسميها. فلذا الإسلام والأخلاق الإسلامية هي خير الأخلاق، وهي أفضل شيء ممكن أن نتعامل به بين الناس. فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وزاد من محبتكم لبعضكم، وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. بارك الله فيكم وعليكم حتى أي أنا عندي كلام فيسبوك.
رجال صفة الرجل نزلت على هذه والله للأسف الشديد عنا لا يقيموا ولا حتى احنا ان شاء الله وخداوي يا الله يخليك الله يبارك فيك.